في البداية كان الأمر شكله منطقي جدا، شركة كبيرة عندها ممتلكات كتير فمحتاجة قوة عشان تحمي الممتلكات دي. لكن المشكلة لما القوة بتكبر بتبدأ في تغيير صاحبها، فالجيش اللي بدأ كوسيلة صد ودفاع بدأ يصبح أداة نفوذ وقوة، والشركة اللي كانت بس عايزة تحمي مصالحها وممتلكاتها بقى عندها القدرة إنها تفرض شروطها. ومع مرور الوقت بدأت الشركة تبني قوة عسكرية خاصة بيها، جنود بيتم تدريبهم، ضباط بيديروا العمليات، وقواعد ومراكز عسكرية. والموضوع ما بقاش بس حماية مخازن أو ممتلكات، ده أصبح دلوقتي قوة يقدروا يستخدموها في الصراعات اللي على الأرض. وهنا بدأت أغرب مرحلة في تاريخ الشركة دي، وده لأن العالم كان معتاد إن الدول عندها جيوش، لكن شركة تجارية عندها جيوش دي كانت حاجة مختلفة تماما. فالشركة اللي كان هدفها الأساسي الربح بقى عندها قوة عسكرية بتستخدمها عشان تحقق ربح. وهنا ظهر سؤال مهم، هل الشركة هي اللي كان عندها جيش ولا الجيش هو اللي خلى الشركة تتغير؟